Mr. El-Arish, you had 4 rounds of talks, many hours of negotiations. Why did these talks fail? إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن فشل هذه المفاوضات. الوفد الإسرائيلي لم يكن يتحلى بالجدية الكافية. Did the Israelis offer you anything during these talks? الإسرائيلي لم يعرض أي شيء. الإسرائيلي باستمرار يضع شروط جديدة وطلبات جديدة. لم نشعر أن هناك جدية وحرص حقيقي للوصول إلى اتفاق. هناك وضع اشتراطات إضافية على شعبنا الفلسطيني. نحن أخيرا وافقنا على أن نثبت المبدأ ونناقشها لاحقا بعد شهر. ليس هناك شيء بيد الوفد الفلسطيني حتى يقدمه. إسرائيل صادرت كل ما يتعلق بحياتنا الإنسانية، ولذلك إسرائيل عليها أن تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه. نحن شعب ما زلنا تحت الاحتلال، ومن حق الشعوب التي توجد تحت الاحتلال أن تدافع عن نفسها. إسرائيل فرضت هذه الحرب علينا ابتداءً، وإسرائيل أمس استأنفت هذه الحرب وجددتها، ولا يملك شعبنا الفلسطيني إلا أن يصمد وأن يدافع عن نفسه.